السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم حسن، واليوم بسلسلة جديدة. وآسف على السحبات الكثيرة على القناة بسبب انشغالي بالدراسة. فوكي، اليوم نعمل سلسلة جديدة وبتكون عن تكذيب لإشاعات أو تصديق لإشاعات. المهم نتكلم عن إشاعات لشخصيات أو عالميات أو أي فكرة لأنمي أو شخصية بتكون فيها إشاعة أو هيك نتكلم عنها بس. فمثلا ون بيس تمطيط، خلاص ون بيس تمطيط. سبحان الله سبحان الله. ناروتو أنمي قصة بالشمال ومنطقة الجنوب، ناروتو قصة بالشمال ومنطقة الشمال وجنوب، ودراغون بول بدون قصة، دراغون بول بقصة. فالمهم أشياء تافهة جدا نتكلم عنها ومنكذبة وفهمانين. فأنا كون بيس طبعا أكيد راح أبدأ في ون بيس، لأنه ون بيس أنمي كثرت الإشاعات حوله وحول شخصياته وحول الأنمي بالذات سأتكلم. فبداية تمطيط ون بيس، فبتشوف العالم كلها بتجي بتقول لك ون بيس تمطيط وهي مش متفرجة لأول 30 حلقة أو 60 حلقة في الأنمي. وهون بالذات هون ما كان في تمطيط خالص، لأنه كان بدي يلحقوا الأنمي تقريبا مو بالمانجا، يدخلوا بأحداث الحد الكبير عشان تزيد أرباح الأنمي ويزيد الإثارة والحماس بالعمل. فاستعجلوا كتير بهون بالاقتباس، يعني وصلوا بعد الحد الكبير وهون بلشوا يمططوا. وحتى ما فينا نقول تمطيط في البداية. فاذا انت متفرج 60 حلقه لا تجي تعمل حالك محنك وما بعرف شو وتمطيط، فانت غبي. مبدئيا راح اوضح ايش هو مفهوم التمطيط. في عنا في المانجا بانمي ون بيس حصرا 17 صفحه، كل صفحه فيها حدث. فهن طريقه تقديم الحدث في الانمي ممكن تختلف، يقدموا لك اياه بصوره مثلا انه تصير اكثر من شغله عشان يقدموا لك الحدث. المهم الحدث يتقدم لك، فبيقدموه باكثر من صوره بالانمي عشان تزيد المده. فعلى سبيل المثال ما عنا رجل اكل، فبالمانجا يقول لك الرجل اكل، اما في الانمي بيجي يقول لك الرجل ذهب الى من العمل الى المنزل ثم غسل وجهه وما بعرف شو بعدين اكل تماما. فانه الاحداث بتصير توضيحي اكثر، يوضحوا لك الحدث. فهم مفهوم التمطيط حل بالحدث بس. لكن هل في ون بيس موجوده هاي الاشياء؟ نعم، خلينا نقول انها موجوده نوعا ما. لكن هل ون بيس فقط موجود في هذه الاشياء؟ طبعا لا، موجود في كثير انميات ثانيه، وهذا الشيء بيكون لتوضيح الحدث مثل ما قلت في البداية. وإلا إذا ما وضح الحدث فما راح يكون في فرق كبير بين الأنمي والمانجا. طيب بيجي واحد محنك، ليش بيعمل هيك؟ ليش ما بيقتبسوا كل الفصول دفعة واحدة؟ في عندك أنميات مستمرة وفي عندك مانجا مستمرة، فأنت لو خيروك بين تقرأ إنه مانجا وتشوف أنمي، فالأنمي راح يكون أوضح لك ومتعة، فيه أوستات وصور وتحريك، بيكون متعة أكثر، فأنت طبيعيا راح تختار الأنمي. وإذا كان عندك أنمي أسبوعي ومانجا أسبوعية، فلو الانمي تعدى المانجا واقتبس اكثر من فصل عشان يعطيك الحدث بصوره ابسط، فالمانجا والانمي الانمي راح يسبق المانجا، راح يصير بعد المانجا، وهيك ما حدا راح يقرا المانجا. فتخيل انه مانجا مثل ون بيس هي الاكثر مبيعا حول العالم، ما حدا راح يشوفها. اذا كان في انمي بتحسن بتشوفه على الهاتف وبيكون احسن وبجوده احسن. وهي الفكرة العامة للأنميات المستمرة. بيجيك أنمي بيقول لك هذا الأنمي ما في تمطيط، هذا الأنمي عدد تشابترز فيه، عدد الصفحات بالفصل الواحد بيكون 50 صفحة، والأنمي بيكون موسمي، ما هو إنه كل أسبوع عندك حلقة. فلو تقدم الأنمي على المانجا، المانجا راح تصير ورا الأنمي، فمين هذا اللي راح يشوف مانجا أتعداها الأنمي من زمان؟ فهذه الحركة بتكون إجبارية، توضيح الأحداث المكثفة في ون بيس. فمثلا بالأنميات الثانية بيكون عندك هذا الشيء بنسبة 2 أو 3%. لكن هل في كل أحداث ون بيس كان فوق ال 15%؟ قطعا لا. طبعا لا. ون بيس قال عنه تمطيط في آرك واحد وهو دريس روزا، وقتها صار في مشاكل بين الكاتب والمجلي وتوقفت المجلي. طبعا مجلة شونين جامب معروفة وهي اللي تنتج ون بيس، يعني تنشر مانجا ون بيس. توقفت المجلة وتوقفت المانجا، فاضطر انه الانمي ما يحسن يتوقف، هذا انمي اسبوعي بس توقف راح يفقد شهرته. فضافوا عدد كبير من الفيلرات وصاروا يمططوا في الاحداث ويطلعوا لك ماضي داخل ماضي. مبدئيا طالعوا ماضي لاو، وبعدين ماضي كورازون، بعدين ماضي كورازون، ووصلوا لك الاحداث. الارك صار بس هيك شوفوا مستحيل تنساه، خلاص هذا توضح بعقلك ماضي الشخصيات. لكن ون بيس وفي ارك 1 حصرا، يعني ون بيس ما ضل في هذا الكم من التمطيط، صارت الاحداث تجيك بشكل اسرع، يعطيك انه بعد ازدياد جودة التصوير في الانمي صار يعطيك إنه الاحداث اسرع بكتير. النسبة هاي اللي كانت 15% او 10% بالاحداث العادية انخفضت لتصير 5%، يعني ازيد من الانميات الباقي 2%. فون بيس هو نسبيا تمطيط بسيط جدا، يعني ليس تمطيط حتى، هو مجرد توضيح للاحداث عشان الانمي ما يتقدم على المانجا. انمي بشهرة ون بيس لو توقف فترة وصار موسمي راح يكون صعب جدا انه يتكمل، وراح يفقد شهرته الكبيرة ومشاهداته اللي بتجي بتقدم دعم كبير للاستوديو.
فبيجي شو المحنك الثاني بيقول لك في انميات كثيره مستمره كمان، لكن كمان ما بتمطط مثل ون بيس. ون بيس انمي هذوك بيكونوا عدد الشابترز، عدد الصفحة بيكون مثلا فوق ال50 صفحة، اما في ون بيس عدد الصفحات 17 صفحة او 16 صفحة، فيعني تقريبا 3 ادبال. فاجباري نفس الشيء، بس كمية الاقتباس هنيك راح تكون اكبر بمراحل من ون بيس، لانه عندهم عدد صفحات اكثر ليقتبسوها، فما في داعي يوضحوا الحدث الكثير، يخلوه 2% او 3% راح يكون بالكفاية وبالزيادة. لكن بنفس الوقت هذه متعة كانت في ون بيس، فتخيل انه ماضي الشخصيات مثل روجر وكل هذه الشخصيات راح كله في 5 أو 10 حلقات. فانت برأيك هل انت اكتفيت كمتابع لون بيس قطعا لا. بهذا العدد القليل من انه يعطيك ماضي الشخصيات؟ طبعا لا، انت تحتاج اكثر. فهون صار الانتقاد لون بيس، وباقي يعني باقي الحلقات كلها ما صار فيها انتقاد الا ارك ديستروزا اللي توقفت فيه المجلة عن انتاج مانجا ون بيس. فالانمي اضطر انه يعطي حلقات فيلر قليل، اللي ما اعطى حلقات فيلر لكنه مطط بالاحداث ورجع ماضي الشخصيات لجد جدهم. فون بيس بالمعنى الحرفي فيه تمطيط قليل جدا، وليس يعني بالمعنى مثلا اعطاك 1000 حلقه، هو ال1000 حلقه هاي اللي اعطاك اياها كان حاط شاشه سوداء بس وبيعطيك حلقات هيك. ون بيس من اقل الانميات اللي فيها فيلر على مساق 1000 حلقه، يعني في بجوز بعض الانميات 100 حلقه فيها 50 فيلر. يعني بالله مين هذا الحمار اللي بيشاهد انمي نصه فيلر؟ انا ايش حشاهد فيلر ولا انمي يا عمي؟ دي حشك حلقات في بعضها ليش؟ خلص شيل الفيلر ليش؟ فكمية توضيح الانميات، توضيح او الاحداث الزائدة في ون بيس قليلة جدا، ليست بذاك الكم اللي بيحكوا عنه المحنكين حق الفانزات الاخرى. طيب بننتقل لعمك المحنك الثاني اللي بيقول لك والله اودا قاعد يمطط في الاحداث. يا عمي اودا كاتب مانجا، ما بيحسن يعطيك اكثر من صورة للحدث. اما الانمي اللي بينتجه استوديو توي انيميشن، استوديو هو اللي بيعطيك الاحداث هاي لزيادة. ما هو الكاتب مهمته يكتب سيناريو واحد للحدث بس، ما بيصير يروح يكتب لك السيناريو ويوضحه مثل ما بيظهر في الانمي. الكاتب ما له دخل في الانمي اصلا، الكاتب مهمته انه يكتب مانجا بس سيناريو واحد. يعني ممكن انت تشوف 3 حلقات هذا الكاتب او 4 حلقات هذا الكاتب كيف في اقل من فصل واحد بس، هو ما عم بيمطط في شيء، هو ما له علاقه اصلا في الانمي. الانمي مستلمه استوديو. فالزبده هذا طبخ الغدا اليوم بس الملح زاد عن اللزوم. استنى، الزبده لازم نختار اسم للسلسله صح؟ فيب زبده. صح والله زبده. خلاص بنسميها الزبده هنا او زبده هون او هيك شيء، يعني راح بنشوف بالعنوان ايش راح سميها. بسميها الزبده هون او الزبده عنا او الزبده عندي، ما بعرف شو. المهم الزبده انه ون بيس انمي ليس تمطيط، لكن احداثه زياده في فتره من الفترات، وهاي طلعت عليه الاشاعه بس انه يعني ون بيس اضطر يتوقف في فتره من الفترات، طلعت عليه اشاعه تمطيط، ولو ون بيس انمي عادي جدا اقتباساته. وما تنسى تكتب لي بالتعليقات ايش الفكره اللي تريدني احكي عنها بالفيديو القادم. قطع لايك واشتراك، وهذا بيفيدنا كثير لانه انا ساحب ومو بعرف اذا فيديوهاتي راح تنتشر بشكل كبير. فلا تنسى لايك والاشتراك، ونلتقي بالفيديو القادم يا اسطوره.